بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. انجيل اليوم هو انجيل الكرم والكرامين زي ما سمعنا كلنا، وهو واضح فيه جدا انه صاحب الكرم بيطلب ثمر. صاحب الكرم عينه من هذا الكرم انه يجد فيه ثمر. طبعا الكلام بصفة عامة عن الأمة اليهودية اللي ربنا عمل معاهم كل شيء رائع وكل شيء جميل وكل افتقاد وكل كلام وكل معجزات وكل شيء يخليهم يكونوا فعلا مثمرين، بس للأسف الكرم ما جابتش ثمر. مش كده رؤساء الكهنة زي ما انتوا سمعتوا مكتوب كده، فهموا انه بيقول الكلام ده عليهم. قال ماذا يصنع لدول؟ يهلك الكرامين دول الأشرار اللي استلموا الكرم المفروض يفلحوا فيها ويجيبوا فيها ثمر، لكن ما جابوش، فاتغاظوا جدا واتضايقوا منه. لكن ربنا يسوع طالب الثمر. وفي سفر أشعياء الكلمة الخطيرة والمتعبة هو بيقولها بقلب مجروح: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ أعمل له إيه تاني؟ حاولت معاه بكل المحاولات، أعمل له إيه تاني؟ أرسلت لي كلام كتير، عملت معاه آيات كتير، بينت له حب كتير، بينت له معيتي كتير، اخترته ليكون شعب مميز لي، أظهر فيه ذاتي ومجدي وأستخدمه مع الشعوب، لكنه رفض كل المجد واختار الهوان واختار العار. كذلك كل واحد فينا هو كرام مسؤول عن حياته، مسؤول عن دايرته. يوسف لما قضى سنين غربته بعد كده ربنا رفع راسه واتجوز وخلف، سمى الأولاني منسى لأن الله أنساني كل تعبي، سمى التاني إفرايم لأن الله جعلني مثمرا في أرض غربتي. يا بص الرؤية، جعلني مثمرا في أرض غربتي. في أيام حياتي في غربتي على الأرض أنا كنت مثمر. كنت مثمر في إيه يا يوسف؟ لا، أنا كنت مثمر بنقاوتي، أنا كنت مثمر بثقتي في صلاح الله رغم الظروف الصعبة. أنا كنت مثمر وكنت صورة لي في وسط هذا البلد الوثني الذي يعبد أوثان متعددة والشياطين مالك على كل حاجة فيه. كنت مثمر، كنت صورة لي، كنت أمين في بيت فوتيفار، وكنت أمين في السجن، وكنت ناجح. وكانت حياتي بالرغم ان الناس يبصوا عليها يقولوا دي مليانة ألم والراجل ده أكيد ربنا رفضه مش معاه، لكن الكل شهد برغم عكس الواقع الراجل ده كان الرب معه فكان رجلا ناجحا. فيوسف اختبر انه كان مثمر في ارض غربته لانه وضع الرب امامه في كل حين، لانه عن يميني كي لا اتزعزع ابدا، لانه حط الهه قدامه في كل الاحوال. حي هو الرب الذي انا واقف امامه، زي ما كان بيقول ايليا. ايه ده؟ في شعور بانه واقف امام الله. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ بيراعي ربنا، بيخاف الله، بيكرم ربنا، فكان مثمر في أرض غربته. مثمر. أنا مثمر، حياتي مثمرة، أنا بجيب ثمر، أنا ربنا بشغله فيا باين. طب محاولاته معايا جايبة نتيجة؟ طب صبره عليا السنين الطويلة دي حولت قلبي من قلب قاسي إلى قلب تائب؟ ولا أنا استهنت بلطف الله واستهنت بصبره واستهنت بمحبته واستهنت بكل ما أعطاه؟ ولا بشكر ولا بفعل عمله فيا ولا مواظب على إني أفهم دوري في هذه الحياة وعمله فيا أشغله؟ أنا فين؟ هل أنا فعلا مثمر في أرض غربتي؟ هل يجي الوقت يقول له أشكرك يا رب لأن العمل الذي أعطيتني أنا أكملت، أنا أظهرت اسمك للناس، أنا كنت مثمر في أرض غربتي يا رب، أنا بتغير يوم عن يوم، أنا مش متدين،
لا، أنا روحي، أنا مش حافظ، أنا فاهم. أنا مش بحضر كجثة، سوري، لا، أنا كيان متفاعل مع عمل الله، متجاوب مع صوت الروح القدس. في كل قداس بسمع وبتجاوب وبصلي وباخد وبنمو وبتغير. في كل صلوة باخد منه. أنا فاتح قلبي وفاتح أرضي لربنا يسوع كأرض بور. بقول له أرض بور يا رب مشققة، أنا طالب عملك فيا، أنا طالب عملك فيا، أنا طالب ترويني بحبك يا رب يسوع. أنا طالب تنظف أرضي من كل زغل وكل خطية وكل أمر رديء، وتجعل أرضي أرض طينية صالحة لعملك، ترمي فيها بذار النعمة فتأتي بثمر كثير. وتعدي وتبص. يعني لو ربطت المثل ده بمثل بالكلام اللي قاله المسيح، أنا والكرمة الحقيقية وأبي الكرام. عينه على الكرمة، عينه على الكرمة، ويعدي عليها ويقول كده: كل غصن فيا لا يأتي بثمر بقطعه. كل غصن مصر إنه لا يأتي بثمر هقطعه. كل غصن رافض عملي هقطعه، هاخد منه الكرم وههلك الكرامين. مش كده أوكلها للكرام الصالح الآب. هو كده الأب بقى وكيل عن هذه الكرمة وبيعين كرامين يعملوا فيها. فكل غصن لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. ده ثمر، يعني كل ما بينقيني، كل ما أجيب ثمر ينقيني عشان أجيب ثمر أكثر، ينقيني أكثر فأجيب ثمر أكثر. ولا حدود للتنقية ولا حدود للثمر، وعمله ما بيوقفش، عمله مستمر فيا. هل أنا إناء بدل الله عمله فيا؟ هل أنا أرض مفلحة من عمل الله؟ أنا إناء مطبوع فيا بصمات يد الله القدير. يقول لي: أنا شكلتك يا حبيبي، أنا شكلتك يا بنتي. كل عمرك ما راحش هدر، كل عمرك ما راحش في الهوى، بل عمرك اللي حطيته ما بين إيديا أنا عملت فيه. فبص على إناءك بعد أيام طويلة من عمل الله، تقول له: أشكرك إن أنا معمول منك، أشكرك إنك تعبت فيا، أشكرك إني تعبت قلبك. كل الأراضي المثمرة اللي جابت ثمر تشعر هذا الشعور: أنا تعبتك معايا، تعبتك معايا يا رب، صبرت عليا كتير، خاطي وحبيبني، معاند وبتجري ورايا. أرض بور وانت مصر تطلع منها ثمر يا رب. أشكرك يا رب لأجل صبرك، أشكرك لأجل طول أناتك. أقول لك إيه يا رب؟ حياتي دي كلها متشكلة من إيدك. لولاك كنت أنا أبقى مين، ولولاك كنت أنا أبقى فين. حالة من الامتنان تقضيها طول عمرك وانت شايف إيد ربنا بتعمل في قلبك وفي حياتك إناء جديد، إناء آخر، كرمة مثمرة. يعني إيه ثمر؟ بحبها قوي بالإنجليش، فروتس، فواكه. يعني على كل شكل، نعمة وبركة وحلاوة روحية ومجد على كل شكل. اتضاع تلاقي، محبة تلاقي، قداسة تلاقي، اتساع تلاقي. ايه ده؟ ايه ده؟ جايبه منين ده؟ ده مليان نعمة قوي. جايبه منين؟ ولا حاجة، جايبه من أبويا، من القعدة عند رجليه، من إني سمحت إنه يعمل بقوة فيا، من إني رفضت إني أكون إناء مش متشكل ولا متنظف ولا متنقي، من إني أصريت إن أكون مثمر في أرض غربتي. النهارده دعوة أن تصر، أن تصر أن تكون مثمر في أرض غربتك، إن حياتك تكون مثمرة جدا فيها ثمر يفرح ويشبع قلب الله. كل ما تجيب ثمر انت كده بتشبع قلب الله، انت كده بتفرحه، انت كده بتعرف ان عمله على الصليب ما راحش، ولا تعب الروح القدس في تبكيتك راح، ولا الإفخارستية المتقدمة كل يوم على المذبح راحت. كده انت بتعلن انك إناء جاب نتيجة معاه، تكون مثمر. واللي بيجيب ثمر بيفرح الزارع والحاصد معا.
يعني أنت وهو تفرحوا، تبقى في ملء الفرح، فرحان جدا، فرحان جدا. أصل مش منطقي إن حد ربنا يعمل فيه ويجيب ثمر ويبقى تعيس، مستحيل. أو يبقى حزين، صعب جدا. بل يبقى متهلل حتى لو مش عارف يعبر إيه اللي حصل فيه. ويقول لك هو ايه اللي حصل فيه؟ انا مش قادر اعبر، بس عمل معايا كتير، عمل فيا كتير. صبره ومحاولاته وتنقيته جابت فيا نتيجة بعد وقت طويل. أنا أشكره إنه إلهي الحي عمل فيا كده. فتفرح، تبقى فرحان، فرحان متهلل. الحزن ما بيعرفش يطولك قوي، قلبك فرحان خلاص. وكل ما تاخد تفرح، وكل ما تفرح تاخد، كل ما تتنقى تجيب ثمر، كل ما تجيب ثمر تتنقى أكتر. ورحلة من المجد ومن الفرح ومن الكرامة لا تتوقف. النهارده أقول يا رب أنا مصر أكون مثمر في أرض غربتي. أنا مصر ما عدهاش وخلاص. أنا مصر أكون إناء أنت شغال فيه. أنا مصر بصماتك تطبع على إنائي، على سلوكي، على روحياتي، على أفكاري، على قراراتي. أنا عايز أبقى مسبوق بيك يا رب يسوع. أنا عايز الناس تحس، وبتحس فعلا، إن كان الرب معاك فكنت رجلا ناجحا، كان الرب معي فكنت رجلا ناجحا. لازم يا رب أشوف إيدك، أشوف عملك. أنا بفتح قلبي ليك، أنا بسلمك أرض البور الخربانة. أنا من بره شكل ومن جوه شكل تاني. أنت شايف، أنت عارف، أنت فاحص القلوب والكلى. أنا مليان إيه من جوه؟ أنا رافض أكون قبر من جوه مليان نجاسات، لكن بحط أرضي ما بين إيدك. فلحها، اصلحها، نميها، اثمر فيها. عايز يا رب أكون مثمر في أرض غربتي. ويجي أيامنا الأخيرة تبقى فرحان، مش خايف، تبقى متهلل، مش مرعوب، تبقى واثق، مش قلقان. ليه؟ العمل الذي أعطيتني أنا أكملت. أنا رب دقت خيرك وثمرك، كنت مثمر في أرض غربتي. أشكرك على عمري اللي كان بفايدة، أشكرك على عمري اللي ما راحش في الهوى، أشكرك اللي عمري اللي كان ليك وإيدك بانت فيه وأعمالك بانت فيه. ربنا يدينا الحكمة والنعمة أن نصر وأن نصلي وأن نختار صح لحياتنا. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن الأبد.